في كل مرة كنسمع بخبر رحيل الفنان المغربي كنحس بحال إلا جزء من ذاكرتنا حتى هو كيرحل. وجوه كبرنا ضحكنا معاهم وبكينا في شاشات التلفازة والمسرح والسينما، واليوم بقى غير الأثر والصوت والصورة. محمد الحياني مغني مغربي من الدار البيضاء، لقبه الملك الحسن الثاني بعندليب بالمغرب العربي. صديقنا بدا كالي عبد الهادي بالخياط، من أشهر أغانيه برد وسخون، من بعد الغربة اللي بقات في قلوب الناس. توفي سنة 1996 عام عمر 49 سنة في ظروف غامضة بعد عملية جراحية في باريس. محمد الكغاط فنان ومسرحي وباحث أكاديمي من مدينة فاس، درس في جامعتها ودرس المسرح لأجيال كاملة. كتب في المسرح المغربي وفاز بجائزة المغرب للكتاب سنة 1999، وشارك في أفلام دولية مهمة. توفي سنة 2001 عام 59 سنة بسبب مرض عضال. حفيظ الفطوة كمغني راي مغربي من وجدة، كان صوته مزيج بين الأصالة والحداثة، وأوصل الراي المغربي لأوروبا في ألبوم رواها الصاحبي سنة 1993، خلاه ينتشر بزاف وكان ديما حضور قوي في الحفلات. توفي في حادثة السير مؤلمة 2002 وكان غادي يسافر لبلجيكا في نفس الليلة. إدريس الحدادي ممثل مغربي من الدار البيضاء، برز مع فرقة مسرح الحي وأضحك المغاربة في مسرحيات كوميدية شهيرة. آخر أعماله مسلسل مستضعفون. توفي أواخر سنة 2006 بسبب مضاعفات مرض السكري. عبد الرحيم بركوش صحفي وإعلامي مغربي معروف، اشتهر بتقديمه برامج فنية وطبخية وكان وجها ثقافيا مميز. كان من أبرز أوجه التلفزيون المغربي في السبعينات والثمانينات وكسب حب جمهور واسع. توفي 5 سبتمبر 2007 عن عمر 59 سنة. هشام بلقاس شاب مراكشي، عضو مجموعة الراب المغربي في الناير اللي طلعت من مراكش، وكانت مجموعتهم بدات كتحقق نجاح وطني وعربي كبير. توفي في 15 يونيو 2008 عن عمر 23 سنة في حادثة سير بفاس، كانوا راجعين من المهرجان. عبد القادر لطفي ممثل مغربي كبير من الجيل الذهبي، شارك في عشرات الأفلام والمسلسلات المغربية والدولية. كان حاضر في أعمال مثل ألف ليلة وليلة ولاله فاطمة وغيرها. توفي في 23 ديسمبر 2008 وعلى عمر 68 سنة بعد سيارة مع المرض بالدار البيضاء. حسن صقلي ممثل مغربي، حضر كائز المسرح والتلفزيون المغربي لعقود طويلة. اشتهر بأدواره في أعمال تاريخية ودرامية، وكان من الفنانين الفلائل اللي تكلف بإنتاج الملك محمد السادس. توفي 28 أغسطس 2008 عن عمر 77 سنة بمرض القلب. محمد سعيد عفيفي ممثل مغربي ومخرج مسرحي من الدار البيضاء، جسد شخصيات عالمية كعقيل وهاملت، وهم أعظم إبداعات الأدب العالمي للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير. كان أستاذا ومديرا مسرحيا وشارك في أعمال مغربية وأجنبية طوال مسيرته الفنية. توفي 5 سبتمبر 2009 عن عمر 75 سنة. عائشة نانوف ممثلة مغربية شابة من الدار البيضاء، اشتهرت بسلسلة محددة في ريعان شبابها ونجوميتها، أصيبت بسرطان العظام وكافحت المرض بشجاعة. توفيت في 30 أغسطس 2010 عن عمر 32 سنة. الملك تكلف شخصيا بمصاريف علاجها. عبد القادر العقيد فكاهي مغربي شاب من مدينة سيدي سليمان، لفت الأنظار بروحه المرحة وموهبته الكوميدية الاستثنائية منذ سن مبكرة. اشتهر عبر فيديوهات الفكاهة الشعبية. توفي 24 فبراير 2010 عن عمر 28 سنة. الراحل
في السينمات رحمه الله يعد من أبرز الأسماء الفنية في مجال المسرح والسينما والتلفزيون من المغرب، وقد انطلقت مسيرته الفنية منذ ستينات القرن الماضي. أدى الراحل أدوارا خالدة على خشبات المسرح في المغرب، منها أدواره في مسرحيات سلطان الطلبة، عبد الرحمن المجدوب، وأبو حيان التوحيدي، والمقاومات، والغفران. عائد موهوب، ممثل ومخرج مسرحي مغربي من درب سلطان الدار البيضاء. ساهم في تأسيس النواة الأولى للمسرح المغربي رفقة طيب السداكي وعفيفي. فاز بجائزة أحسن ممثل بمهرجان الكناس سنة 1991. توفي 8 فبراير 2011 عن عمر 81 سنة. حبيبة مذكوري أول مرأة مغربية تطأ قدمها خشبة المسرح، رائدة حقيقية في تاريخ الفن المغربي. اشتهرت في السلسلة الإذاعية سيف بن ديال وأعمال إذاعية أخرى وتلفزيونية رسمت ذاكرة جيل كامل، وتوفيت في أكتوبر 2011 بعد صراع مع المرض. محمد درويش أمير الأغنية الأمازيغية المغربية، بالذات في خنيفرة، وأشهر الأعمال ديالو هي أغنية ناسي ناس وغيرها من روائع وصلت حتى لمصر. المطرب حمزة الميرة زار مدينته ليغني أغنيته. توفي في 24 يناير 2012 بأزمة قلبية مفاجئة. عزيز العلاوي ممثل مغربي كوميدي من الدار البيضاء، وجه أضحك المغاربة في دار الورثة والعام طويل وزير حتاجتي. عرف بحسه الكوميدي الخاص وتلقائيته عن الخشب أمام الكاميرا، وكان من ألمع نجوم المسرح الوطني. توفي 22 مارس 2012 عن عمر 47 سنة بأزمة قلبية مفاجئة داخل المصحة في الرباط. حميدو بن مسعود ممثل مغربي من مواليد 1935، واحد من النادرين اللي وصلوا للعالمية في ذاك الوقت، واشتغل مع أكبر مخرجي فرنسا ككلود لولوش. كان ممثله المفضل وقدم أدوار في عشرات الأفلام الفرنسية، واسمه مقرن في المسرح العالمي في باريس. توفي 19 سبتمبر 2013 عن عمر 78 سنة. محمد بن براهيم ممثل مغربي من الدار البيضاء، أضحك المغاربة عقود بأدوار البدوية الكوميدية في المسرح والتلفزيون. شارك في فيلم كازانيغرا لنور الدين الفناري، وفاز بجائزة أحسن ممثل دور ثانوي في مهرجان طنجة. توفي في 8 ماي 2013 عن عمر 64 سنة بمستشفى الشيخ زايد في الرباط، وكان الملك قد تكلفت مصاريف العلاج. محمد نجد ممثل مغربي من درب السلطان بالدار البيضاء، ترك وظيفته ودراسته في فرنسا من أجل المسرح والتمثيل. اشتهر بفيلم الحي الخلفي ومسلسل المجدوب، وكان من أبناء جيل ذهبي في السينما المغربية. توفي يناير 2013 بمصحة في الدار البيضاء بعد مرض عضال. محيب البسطاوي ممثل مغربي من خليبكا، من أبرز نجوم الدراما المغربية. اشتغل مع مسرح اليوم ثم مسرح الشمس، قدم أكثر من 30 عمل سينمائي، وكان حاضرا في وجع التراب وصقر قريش وفوق الدار البيضاء الملائكة لا تحلم. توفي 17 دجنبر 2014 عن عمر 60 سنة. طلعت قرون المخترع الشاب من تطوان، دخل عالم الاختراع وهو عنده غير 15 عام. قدم 37 اختراع عالمي في المحركات والميكانيك، ووصف بأنه أصغر مخترع عربي مسلم معترف به دوليا. وجد صعوبة كبيرة في التمويل والتسويق، ولم يجد الدعم الكافي من وطنه. توفى 6 نوفمبر 2015 في أزمة قلبية مفاجئة. هشام الفني والمعروف بتيكوتا، كوميدي مغربي شاب من مراكش، عرفه المغاربة من خلال برنامج كوميديا شو على القناة الأولى بخفة دمه وروحه المرح. رغم إصابته بمرض خبيث في سن مبكرة، بقي متفائلا ومضحكا، يمنح الناس من وقته وروحه الصافية حتى آخر لحظة.
توفي سنة 2015 عن عمر 36 سنة بعد صراع مع مرض السرطان. مزيان بسمايكي ممثلة مغربية من مراكش، عشقت المسرح منذ طفولتها واشتغلت مع كبار المسرحيين في المدينة الحمراء منذ الستينيات. اشتهرت في السنوات الأخيرة من حياتها بأدوار كوميدية ودرامية في ياك حنا جيران ومينا وزينة الحياة. توفيت سنة 2015 عن عمر 57 سنة رباط بعد صراع مع مرض السرطان. طيب الصديقي عميد المسرح المغربي والعربي، ولد بالسويرة سنة 1937 وتكون مسرحيا في فرنسا وعمل مع أكبر المسرحيين الفرنسيين. أسس فرقة المسرح البلدي وخرج منها فرقة ناس لغيوان الشهيرة ووظف التراث المغربي توظيفا فنيا لا نظير له. توفي سنة 2016 عن عمر 79 سنة. خديجة جمال ممثلة مغربية رائدة من مواليد 1935، كانت في نفس الوقت مقاومة للاستعمار الفرنسي وتعرضت للسجن أكثر من مرة. اشتغلت مع طيب الصديقي ومحمد عفيفي وقدمت أدوار لا تنسى في المسرح والسينما والتلفزيون المغربي. توفيت سنة 2018 عن عمر 83 سنة. محجوب الراجي ممثل مغربي قدير من أشهر ممثلي الإذاعة والمسرح في المغرب. اشتغل في فيلم عائلة القلدة والسلسلة الدرامية من دار لدار، وكان رفيق الجيل الذهبي من الفنانين المغاربة. توفي بعد أزمة صحية مفاجئة نقل إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد. مولاي عبد الله العمراني ممثل مغربي من مراكش، من الجيل الأول الذي أسس التمثيل المغربي الاحترافي، وكان زميل عزيز موهوب في مدرسة التمثيل. اشتغل في المسرح والتلفزيون والسينما، وقضى سنوات الأخيرة بعيد عن الأضواء في حالة صحية متدهورة. توفي سنة 2019 بعد معاناة طويلة مع المرض. عزيز موهوب ممثل مغربي من مراكش، مؤسس النقابة الوطنية لمهنيي المسرح. اشتغل في السينما المغربية منذ بدايتها سنة 1968. اشتهر في شجرة الزاوية وخط الرجعة ولاد مرزوق، وكان رمز للحشمة والاحتراف الفني على مدى 58 سنة. توفي سنة 2019 عن عمر 80 سنة. حسن ميغري مغني مغربي من وجدة، أحد مؤسسي مجموعة الإخوان الميغري الشهيرة التي أسسها عام 1962. رفقة أشقائه أمتع المغاربة والعرب والأوروبيين بأغاني كليلي طويل، حورية، السمراء، وتعاونوا مع كبار الفنانين مثل شارل أزنافور. توفي 14 يوليو 2019 عن عمر 77 سنة. ساري هو فنان مغربي، بدأ مسيرته الفنية منذ سن مبكرة رفقة مجموعة المعمورة مرورا بفرقة الطيب الصديقي، كما يعد من الراعي الأول للمسرحيين المغاربة. اشتغل الراحل أيضا بسلك التدريس بعد تعيينه أستاذ بالمعهد البلدي للموسيقى والمسرح بالدار البيضاء. توفي عن سن يناهز 70 سنة. أمينة رشيد أول ممثلة مغربية تشتهر في فن التمثيل، في وقت كانت المهنة حكرا على الرجال، واسمها الحقيقي جميلة بن عمر، زوجة المرحوم عبد الله شكران، وأطلق عليها الجمهور لقب للا حبي. وبدأت مسيرتها سنة 1955 مع السينما الفرنسية المغربية. توفيت 2019 عن عمر 83 سنة.